صور شهدائهم زينت ساحة بارتوما في دمشق القديمة، ومنها عقدوا العزم في أربعينية الإمام الحسين على المسير إلى مقام السيدة زينب عليه السلام مواسين. النصر كمان عم يقوى، القلب عم يقوى اكثر، الجهاد عم يقوى اكثر. بالعكس نحن متحمسين اكثر هلا لنصره الامام صاحب الزمان لحتى يظهر ونوقف معه وقفه واحده حتى يكبر جيشه. بدنا نزور السيده زينب ونروح على السد ونزور ونرجع. مو خايف اليوم؟ لا، نحن جايين زوار منشان رقيه ومنشان السيده زينب. الحمد لله ما في احلى من هيك وما بنخاف باذن الله. ناداهم امام الناصر ينصرني فلبوا النداء، وعند مقبرة الشهداء في منطقة السيدة زينب عليها السلام جددوا العهد على مسمع من الشهداء على الاستمرار في حماية مقام العقيلة. المئات من المحبين والموالين جددوا الحزن والعزاء في أربعينية الإمام الحسين، متحدين كل التهديدات الأمنية. حشود ضخمة لعله لم يشهد المكان هذا العدد منذ بداية الأحداث في سوريا، أكدوا البقاء على درب الحسين عليه السلام فكرة وتجسيدا. كل خطوة من خطوات هؤلاء المؤمنين سواء كان في سوريا خصوصا أو في العالم عموما تؤكد أن السيدة زينب سلام الله تعالى عليها أعطاها الله شيئا من علم الغيب وأطلعها على أن هذه الرسالة باقية ومحفوظة بحفظ الله. حفلوا شاي السيدة زينب في يوم الأربعين، حفلوا. خالدا سيبقى نهج الحسين عليه السلام، وسيظل أربعينه نقطة الإشعاع الرسالي الأصيل ومشحذ الهمم التي ترفض الذل والتراجع بكل عزم وثبات. وستكون مواقف العقيلة زينب سرمدية يغزو سناها الدنيا بأسرها. زوار العقيلة عليها السلام أتوا في 20 من صفر مواسين مجددين العهد على نهج الحق، نهج أبي عبد الله الحسين وآل البيت الأطهار. داني فضل من جانب مقام السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق.